انت مش محور الكون، ومشاكل الناس اللي حواليك مش مشكلتك عشان تحلها. كنا قاعدين في مره في تجمع ولقيت صاحبتي بتقول لي انا عايزه اروح. قلت لها ليه يا بنتي، في ايه؟ عايزه تروحي ليه؟ قالت لي انا حاسه ان انا مش مرغوب فيا في القعده دي. اقول لها ليه؟ قالت لي صاحبتك اللي هناك دي بصي بطريقه وحشه جدا من ساعه ما قعدت. بصيت على صاحبتي اللي هي بتقول عليها دي، لقيتها واحده صاحبتنا عندها مشاكل كتير جدا 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 في الشغل، وبصه في الفراغ، والفراغ ده هو في اتجاه صاحبتي التانيه. فعلا بصه يعني مخيفه جدا. فانا دهت لها وقلت لها انتي كويسه؟ قالت لي انا تمام. ليه؟ قلت لها علشان انتي بتبصي لنا كلنا بقرف بقالك ساعه. قعدت تعتذر وتقول انا اسفه، انا ما كانش قصدي، انا يومي مش حلو ومش عارف ايه. بصيت لصاحبتي اللي كانت عايزه تروح، قلت لها لسه عايزه تروحي؟ قالت لي لا خلاص. هي قاعده في امان الله لقيت حد بيبص لها بطريقه مش كويسه. اول فكره جت في دماغها انا المشكله، الشخص ده مش طايقني. هي ما كانتش محور الكون، هي ما كانتش اصلا في دماغ البنت اللي كانت بتبص لها. البنت كانت بتبص بقرف للحياه وهي جت في وشها. عشان كده قعدت افكر يا ربي احنا بنعمل كده كتير. احنا طول الوقت باصين للناس اللي حوالينا، بنحلل تصرفاتهم، بنحلل طريقه كلامهم، بنحلل هم بيتعاملوا معانا ازاي، وفي حين ان الناس دي بتتعامل من وجهه نظر حياتها هي، مش من وجهه نظرهم عننا. معظم الوقت الناس عندها مشاكل، عندها تخبطات، عندها حاجات مخليهم يتعاملوا ويتصرفوا في الحياه بالطريقه دي. لو تعاملنا ان احنا مش محور الكون، مش كل حاجه حوالينا في حياتنا بتدور علينا احنا، ممكن حد يتعامل معاك وحش عشان هو مش قاصد، عشان هو حياته زي الزفت النهارده وانت جيت في وشه، مش عشان انت شخص مش كويس. لو فضلنا طول الوقت ماشيين بالذنب بتاع ان احنا لازم نخلي كل الناس حلوه ولازم نخلي الناس كلها تتعامل معانا بشكل لذيذ، وان لو في مشكله في المكان اكيد المشكله دي مشكلتي انا. فلو ما جاش حد يقول لك بشكل صريح في وشك انا عندي مشكله معاك وانت ضايقتني، محدش عنده مشكله معاك ومحدش ضايقك، او انت ما ضايقتش حد. فاهميني؟ سلام.